انا مش فاهم لازمتك ايه؟ ليه الناس مصممة تتسحر بيك لغاية دلوقتي؟ انا جاي جاهز من المصنع، ليه وجع القلب؟ جاهز من المصنع؟ حلو، بس انا اللي بختار اللبن وانا اللي مضمون، مش كل مواد حافظة ومستخبى ورا تاريخ صلاحية. وتعالوا بقى نعمل احلى طبق زبادي في البيت. اول حاجة نغلي اللبن كويس ونسيبه يهدى شوية، ولازم تقلب على نار متوسطة عشان اللبن ما يلزقش ويشيط. ركزوا معايا، اول ما اللبن يغلي اشيله فورا من على النار واحطه على الرخامة واسيبه يبرد لحد ما يوصل من 40 ل 45 درجة مئوية. استنى يا غشيم، لو حطيت الخميرة واللبن لسه بيغلي البكتيريا النافعة مش هتعيش والزبادي هيبوظ. ايه القرف ده؟ انت هتعمل ايه؟ بتحط صباعك في اللبن؟ هنعمل زي الهنود ولا ايه؟ اشتري ترمومتر وبلاش قرف. ده اختبار دمعة العين. لو اللبن سخن زيادة هيحرق الخميرة، ولو بارد مش هيخمر. لما يبقى دافي للصباع كده احنا صح. لكل كيلو لبن معلقة ونص زبادي ومعلقة سكر. ادوبهم بره الاول في شويه لبن دافي عشان يدخلوا ناعمين من غير كلكعه. اضيف الخليط واقلب اول تقلبتين صراع عشان الخميره تتوزع. بعدها اهدى، مش عايزين رغوه، عايزين تخمير مظبوط ومتساوي. نفضي الخليط في الطواجن ونغطيه وبعدها يدخل فرن مطفي بس دافي. نسيبه من 6 الى 8 ساعات لحد ما الخميره تشتغل مظبوط. لسه ما خلصناش. قبل الاكل لازم يخش التلاجة ساعتين عشان يشد ويمسك نفسه. وجهزوا نفسكم علشان اجمد طبق زبادي. قولوا بقى بصراحه، انتوا بتحبوا البلدي ولا الجاهز؟ ولو بتعملوا الزبادي في البيت احكوا لنا طريقتكم في التعليقات.